هل انتهت اللعبة؟ هل استسلمت الكاف أخيرا للأمر الواقع؟ الخبر الذي هز أركان القارة اليوم ليس مجرد إشاعة، بل هو زلزال تنظيمي بامتياز. سحب كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة من الجزائر ومنحها للمغرب. نعم، موتسيبي يرضخ لقوة المنطق وقوة البنية التحتية المغربية. استعدوا، لأننا سنكشف لكم كواليس الملف السري الذي قلب الطاولة على الجميع. أهلا بكم. في الوقت الذي كانت فيه الكاف تحاول جاهدة تجميل الصورة، جاءت التقارير التقنية لتؤكد الفشل الذريع. غياب الملاعب الجاهزة، سوء التنظيم والارتباك الإداري جعل دورة أقل من 17 سنة في مهب الريح. وفي اللحظة الأخيرة لم يجد موتسيبي سوى هاتف فوزي لقجعد لطلب الإنقاذ. كيف حدث ذلك؟ وكيف أصبح المغرب رجل الإطفاء الذي ينقذ سمعة الكرة الإفريقية في كل مرة؟ بالمغربية الواضحة، اللاعب ديال الدراري الصغار سالة، الكاف عرفات باللي اللي عنده البنية التحتية وعنده الاحترافية هو اللي كيستاهل ينظم. الإقجاع كان واضح مع موتسيبي، المغرب ما غاديش يرضى بتمريغ سمعة القارة في الأرض. إذا كانت الجزائر ما قادراش توفر أبسط الشروط، فالملاعب المغربية واجدة ومستعدة في أي وقت. هذه ماشي غير كورة، هذه شهادة عالمية باللي المغرب هرب عليهم بسنوات ضوئية في التنظيم. القرار أصبح مسألة وقت فقط للإعلان الرسمي. المغرب سيستضيف البطولة وسيقدم درسا جديدا في كيفية تنظيم التظاهرات الكبرى في وقت قياسي. السؤال الآن ليس هل سينجح المغرب، بل ومن اليوم فصاعدا الكفاءة هي المعيار الوحيد. دابا نتوما، وش كيبان لكم سحب البطولة هو القرار الصحيح، ولا كان خاص الكاف تعطي فرصة أخرى؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. ما تنساوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم الجديد. ديما مغرب.